السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تعادل جديد ونتيجة مخيبة للآمال والجماهير النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا. طبعا كلنا شفنا أداء النادي الأهلي قدام سيراميكا كليوباترا، إلى حد ما شكل الأداء كويس، إلى حد ما أحسن من ماتش فاركو وسموحة وفيوتشر، ولكن الهدف اللي جه في النادي الأهلي قمة السذاجة الدفاعية، قمة السذاجة من الكابتن محمد الشناوي كالعادة. بيخسر الفريق نقطتين جداد. كابتن محمد الشناوي بعد ما دخل فيه الهدف انت رايح تعترض على ايه؟ لو تبص على الكورنر اللي جا منه الهدف، 2 لعيبة، احمد رمضان بيكهام ولاعب تاني وسط 6 أو 7 لعيبة من النادي الاهلي. كابتن محمد الشناوي طلع يمسك الهوا، كابتن محمد هاني مش مغطي كويس على احمد رمضان بيكهام. في عز ما النادي الاهلي ماسك كورة بيجي فيه هدف في نهاية الشوط الاول. النادي الاهلي في الشوط الثاني بيضغط، تيجي ضربه جزاء لكريم فؤاد بعد ما كابتن ابراهيم نور الدين الحكم الدولي الفذ الجامد قوي رجع للفار، الفار اللي ناداله وحسب ضربه جزاء لكريم فؤاد احرز منها علي معلول هدف التعادل للنادي الاهلي، كان تقريبا في الدقيقه 74 75. بعد كده بتيجي ضربه جزاء تاني غير محتسبه لعلي معلول، لا الفار رجعه ولا هو شافها ولا اي حاجه. ولكن ده مش كواليتي لعيبه النادي الاهلي، دي مش لعيبة تنفع وتصلح تمثل النادي الأهلي في الوقت ده. اللعيبة دي تحس إنها خلاص شطبت شبعت ما عندهاش جديد. ونرجع لمجلس إدارة النادي الأهلي، أنت فين يا كابتن خطيب من كل ده؟ أنت فين؟ دي لعيبة؟ مارسيل كولار فضح الدنيا بعد الماتش وقال إن ال4 مهاجمين ولا واحد أقنعني، لا شادي ولا شريف ولا سافيو ولا حسام حسن. مين المسؤول يا كابتن خطيب؟ مين المسؤول عن التعاقد مع اللعيبه دي؟ مين المسؤول عن عدم التعاقد مع القندوسي ومحمد علي بن رمضان وموليكا؟ مين المسؤول عن عدم التعاقد مع لعيبه كوجي؟ مين اللي اوهمك وقالوا ان اللعيبه دي راجعه؟ في قناه النادي الاهلي مفيش قناه اصلا، فشغالين تطبيل ليل نهار. اكرم ما هيرجع صفقه جديده، الشناوي هيرجع بعد ما يريح صفقه جديده، السوليه بعد ما يريح صفقه جديده. فين الصفقات دي؟ تعاقدت مع شادي حسين ومصطفى سعد ميسي اللي ما شمهاش وبرونو سافيو، فين هي اللعيبه؟ مجلس إدارة طري، مجلس إدارة مش عارف ياخد قرار، مجلس إدارة شايف الفرقة بتتظلم السنة اللي فاتت في 8 بونت مش قادر يتكلم على التحكيم. مجلس إدارة محجم سيد عبد الحفيظ مدير الكورة ما بيطلعش يتكلم ولا بيقول أي حاجة. مجلس إدارة خايف يواجه أي حاجة. مجلس إدارة سايب لجنة تخطيط، محسن صالح وزكريا ناصف ومش عارف مين معاهم تاني بيعملوا إيه ولا أي حاجة. مين اللي جاب برونو سافيو الأهلي؟ مين مسؤول عن عدم التعاقد مع لعيبة كواليتي عالي؟ كل شوية المليار، احنا عندنا المليار، الرعاية بمليار، معدت نص مليار، فين؟ مفيش. مين المسؤول ان الفرقة تروح استاد السلام وتسيب استاد القاهرة؟ مجلس الإدارة. مجلس الإدارة انتوا مش فاضيين من ايه؟ كل شوية افتتاح فرع جديد فرع جديد فرع جديد، فين هي؟ الرعاية بمليارات، فين هي المليارات؟ بتسترخصوا في اللعيبة؟ لا عارفين تدافعوا عن الجماهير ولا عارفين تجيبوا لعيبة كويسة، وبتسترخصوا ومفيش الا الكلام بس على الفاضي. ويا ما شاء الله اعلاميين في القناه طالعين تطبيل تطبيل تطبيل، فين هو ده؟ فين يا كابتن؟ ما تقول مين المسؤول عن الغاء معسكر هولندا السنه اللي فاتت؟ مين المسؤول؟ مفيش الا التعاون مع مفيش الا التعاون مع وكيل معين وشركات وهميه معينه كلها عمولات 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 سمسره. فين؟ داخلين على كاس العالم للانديه والفرقه شكلها ما شاء الله زي ما انت شايف. هتفضل ساكت كده كتير يا كابتن احمد خطيب؟ ما هو لازم التعاقد مع لعيبه جامده، لازم التعاقد مع لعيبه تقيله. بطل استرخاص، بطل تفضلوا كده مجلس اداره طري، لا عارفين تدافعوا عن الفرقه ولا عارفين تدافعوا عن النادي ولا عارفين تدافعوا عن الجماهير. فين انتم؟ مشكله اوجوستي مدرب السله اللي توقف اتحاد السله؟ فين مشكله الطايره العقود اللي اتسربت؟ ولا انتوا هنا خالص. لازم حل فوري، لازم تعاقد مع لعيبة تقيلة تشيل الفرق. يا ريت يا كابتن محمود الخطيب سيبك من أهل الثقة، سيبك من أصدقاء الملعب وهات أهل الثقة والكفاءة، الناس اللي تنفع. هات وكيل شاطر يعرف يشتري لعيبة. قدامك محمد علي بن رمضان، قدامك لعيبة كتير تقدر تخلصها. بلاش مش هنقول لك هات أفارقة،
هات يا عم من شمال افريقيا، هاتوا لعيبه تلعب كوره بدل اللعيبه اللي شطبت. لعيبه الاهلي، لعيبه كتير في الاهلي شطبت، كله مشغول بمشروعه الخاص. كلكم عارفين كل المشاكل. سامي قمصان دور ايه؟ في ملوش دور. سامي قمصان ملوش دور في الفرقه. فحرام عليكم، كل سنه هتضيعوا الدوري. السنه الثالثه على التوالي هتدوا الدوري على طبق من ذهب للزمالك. انتوا فين من مبدأ تكافؤ الفرص؟ الزمالك معاك في نفس اليوم وبيلعب بعدك بيوم، انتوا فين؟ انت بتريح 48 ساعه والزمالك بيريح 72 ساعه، انتوا فين من كل ده؟ مفيش. رافعين ايديكم سالمين كل حاجه. طب ما تمشوا، احسن حاجه يمشوا وسيبوا النادي لحد يقدر يدافع ويجيب حقه. ان شاء الله نتمنى ان مجلس الاداره يقدر يعمل صفقات قويه في شهر واحد تفوق الفرقه، ان احنا داخلين على دوري وافريقيا وكاس عالم الانديه، بطولات تقيله وعايزه لعيبه تشيل الفرقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.